من اول وجديد. يعني ايه لاندسكيب؟ لاندسكيب هو باختصار هو فن تجميل المناظر الطبيعيه، المنظر الطبيعي او المنظر الصناعي. بمعنى لو انا عندي فيلا، عندي ميدان، عندي طريق، عايز اعمله بمنظر طبيعي، فبضطر ان انا اعمله بشكل باستخدام النباتات الطبيعيه او نباتات الزينه، في ان انا اخلي المنظر شكل لاندسكيب كويس او مناسب للمكان اللي انا المستهدف في تصميمه. فبالتالي هو حرفه او فن او مهاره استخدام نباتات الزينه في تجميل منظر عام حول منشاه، حول مبنى، سواء المبنى ده سكني او حديقه فيلا او يعني خدمي او حتى استثماري او حكومي او رياضي او ده كل ده يعتبر يخش داخل مجال اللاندسكيب او فن اداره اللاندسكيب او اللاندسكيب، بمعنى ان انت باستخدام النباتات بتجمل منظر ما. بمعنى عندي فيلا انشاتها طوب واسمنت ومحاره والدنيا تمام، فين اللمسه الروح اللي تدي روح للمكان؟ هو النباتات. طب ازاي احط ادي روح للمكان او اهميه النباتات، او استخدمش حاجات بلاستيك مثلا او ورود بلاستيك او لا، انا بستخدم اللاندسكيب ليه؟ لان مظهر جمالي للمكان جميل جدا، بيحمي المناطق الصحراويه، لو قريه على الساحل او فيلا على الساحل او فيلا جنب في المناطق الحديثه، فبيحميها من التعريه وبيحميها من وجود التربه اللي حواليها ان هي تخش جوه الفيلا. او مثلا في طريق، فبالتالي بعمل جنبين الطريق نباتات زينه او نباتات لاندسكيب، بحيث ان انا استخدمها في ان انا اعمل او افادي وجود اتربه والمكان. تاني حاجه وطبعا كلنا حكينا فيها وكل الناس دلوقتي بتحكي فيها، وهي تلطيف الجو وخفض درجه حراره المكان. طبعا معروف جدا ان المكان اللي موجود فيه اشجار بتخف درجه حراره عن نفس المكان اللي موجود فيه اسفلت او مباني من 6 ل 7 درجه مئويه في نفس المكان او في نفس المنطقه. تمام. طبعا بيستخدموا دلوقتي عندنا مياه معالجه، فطبعا ان انا استخدمها في زراعه النباتات والحفاظ على البيئه بالنباتات دي واستفاده من النباتات، طبعا بيبقى اهم جدا من في اللاندسكيب. تاني حاجه هو استخدام نباتات من اجل الزينه، من اجل العطر. يعني في نباتات زينه بتستخدم من اجل تجميل اللاندسكيب، زائد ان انا ممكن استخرج منها روائح او عطور. وفي كمان ان انت ممكن تستخدم منها نباتات طبيه. تاني حاجه طبعا اللاندسكيب ليه فوائد كبيره جدا في ان هو بينقي الهواء ويمنع تناثر التراب في الهواء حوالين المنطقه المراد تثبيتها. وطبعا اخيرا اهميه نباتات اللاندسكيب او اهميه اللاندسكيب، هو يعتبر وساده لبعض الالعاب الرياضيه. طبعا كلنا شفنا الملاعب كره القدم او ملاعب الجولف دي، طبعا بيعتمد على النجيله اللي مزروعه، تعتبر وساده حمايه للاعيبه اللاندسكيب، لعيبه كره القدم او الالعاب الرياضيه اللي موجوده. تمام. وطبعا من الحاجات التانيه ان هو بيظهر، مثلا لو ميدان بيظهر المعلم اللي موجود في الميدان، او بيظهر المبنى اللي موجود او المتحف وهكذا فيه. طب انت بقى كمهندس لاندسكيب، زي ما احنا قلنا هتبدا في مجال اللاندسكيب وهتبدا فيه واحده واحده، وانت عايز ان انت تشتغل في المجال، ولكن انا مش فاهم يعني ايه لاندسكيب او انا اشتغل ايه لاندسكيب. ف وانت في الكليه محتاج منك اكتر من حاجه. اول حاجه، اهم حاجه عندك ان انت تطلع بمجموع كويس، زائد تطلع معاك لغه يعني جيد جدا، يبقى يا ريت. وزائد العلم او الدراسه بالاوفيس، وده مهم جدا جدا. برامج الاوفيس مهمه جدا ان انت تشتغل عليها. زائد برنامج اسمه الاوتوكاد. برنامج اسمه الاوتوكاد ده برنامج تصميم هيفيدك لو انت حابب تشتغل في مجال اللاندسكيب. الحاجات الاساسيه دي، زائد شطارتك ان انت تجيب مجموع كويس في الكليه، زائد ان انت تحفظ اسامي النباتات واشكالها، وما تبقاش مجرد انت بتحفظها عشان تدي
يعني عشان تدي بس او تخش الامتحان وتطلع من الامتحان، تمام، فلازم تاخد بالك جدا من الجزئيه دي، وتعتمد اكتر على ان انت تقدم نفسك بشكل ان انت حافظ اسامي النباتات، مش مجرد ان انت تحفظ اسامي النباتات تخش بيها الامتحان وبعد كده تنساها والكلام ده. لا، اشتغل اكتر على النباتات، وخاصه النباتات اللي مشهوره. لو انت جريت شويه في اللاندسكيب هيبقى عندك كميه نباتات 200 300 نبات مشهورين، حلو جدا ان انت تطلع بيهم من الكليه حافظهم ومتعود متعرف عليهم، سواء نبات لاندسكيب او حتى نبات مستخدم في الاشجار اللي حواليك وكده. تمام. تاني حاجه بقى، واللي احنا او الجزء اللي احنا هنتكلم فيه النهارده، انت لما تطلع تشتغل مهندس لاندسكيب هتشتغل في ايه؟ هتشتغل مهندس انشاء ولا هو كله بيشتغل كله؟ يعني مثلا انا بشتغل مهندس لاندسكيب فبشتغل كل حاجه في اللاندسكيب، ولا انت كحديث تخرج او لسه خارج انت متاح انك تشتغل كل شيء؟ فعشان كده الحاجات الاربعه اللي احنا قلنا عليهم ان تكون عندك على درايه بيهم وتكون جيد فيهم، يفضل انك تشتغل فيهم شويه عشان تثبت لنفسك او تظهر للشركه اللي انت هتشتغل فيها. ولكن تخصصات بقى، النهارده احنا شغالين تخصصات. يعني ايه؟ يعني في النهارده مهندس او مهندسه مكتب فني، في مهندسه تصميم ري، وفي مهندسه تصميم زراعه، في مهندسه تصميم في مهندسه مكتب فني. الحاجتين دول او الثلاث حاجات دول النهارده كل مهندس بيتخصص في جزء فيها. يعني في مهندس النهارده تصميم تخصصه ان يكون مهندس تصميم شبكات ري اللاندسكيب، وفي مهندس تاني تخصصه مهندس تصميم شبكات، مهندس تصميم بستنة اللاندسكيب او نباتات اللاندسكيب. فبالتالي الاثنين دول محتاجين ان هم يتعرفوا على النباتات، زائد برنامج الاوتوكاد اللي احنا اتكلمنا عليه، زائد برامج الاوفيس، وطبعا اللغه. دول محتاج ان هو يشتغل عليهم اكتر، وزائد برامج التصميم الاخرى اللي هي الاحدث من، او برنامج 3 دي ماكس او الليمون او سكتش اب او ريل تايم او الرينكات. دي برامج بتعتمد عليها المكتب الفني، زائد ان هو بيشتغل على الاوفيس بشكل كويس، يشتغل على الايميلات، وازاي يشتغل على شبكات التواصل ويتعرف عليها، ازاي يعرف مختصرات الاوراق الرسميه في التقديم تقديم الاوراق او استقبال اوراق عنده في الشركه. بعد كده عند التصميم لازم يكون شاطر ان هو يشتغل على البرامج دي، ويكون عنده لغه عشان يتعامل مع العملاء ويتعامل مع الاختصارات اللي موجوده عنده. وطبعا مهمته او هو بيقوم ان هو بيزور المكان، بيرفع مساحه، يعني المكان بيجي له مرفوع مساحه، بيبدا يزور المكان ويبدا يخطط شبكه الري على حسب الاسس العلميه اللي خدها في الكليه، زائد الاسس لكل تصميم شبكه ري ليها مختلف. يعني كل مكان مختلف جدا، مش هنخوض اكتر في يعني ازاي يصمم شبكه ري او ازاي يصمم نباتات الزينه، ولكن هندور حوالين كل تخصص جزئيه معينه. ولكن الافضل ان انت تكون على درايه ان انت يكون عندك اكتر معلومات عن مهندس تصميم، في ان هو يتعلم برامج اكتر، يكون عنده باللغه اكتر، بحيث ان هو يوصل ل ان هو يشتغل في مكتب التصميم، وده هيكون مفيد جدا جدا جدا. طيب بعد كده مهندس الانشاءات او مهندس التنفيذ شبكات الري. اول ما بيصمم المهندس بيصمم التصميم بتاعه سواء شبكه الري. يعني لو هو هنتكلم على مهندس تصميم شبكه الري، مهندس تصميم شبكه الري بيشوف الميه اللي موجوده في الكومباوند ايه والزراعات اللي صممها. يبقى اول واحد بيبدا مهندس تصميم نباتات الزينه، بيبدا يوزع نباتات الزينه في الموقع على حسب المكان اللي موجود فيه، وعلى حسب التربه اللي موجوده، وعلى حسب راي العميل. العميل عايز نباتات غاليه، نباتات رخيصه، ايه النباتات اللي موجوده، على حسب كمان المناخ بيبدا يوزع النباتات.
وهل النباتات دي في مكان مفتوح ولا مكان مغلق، هل المكان ده معرض للشمس او مش معرض للشمس، هل الميه اللي موجوده مالحه ولا مش مالحه، هل الميه اللي موجوده معالجه ولا ميه عاديه ميه شرب. كل ده يخوض داخل ان انت تطلع تصميم نباتات زينه مناسب للمكان، زائد مناسب لجيب العميل اللي هيدفع. فبالتالي بعد ما بتعمل كده او بتخلص تصميم شبكه نباتات الزينه، بتبدا تقدمها على للاستشاري او المالك، وتم نقاش ان احنا نوصل للحل الامثل بحيث التكلفه ما تعديش اللي هو حاططها العميل، وفي نفس الوقت ان المكان يكون شكله جميل وكويس. في كلا الحالتين اول ما بيتم الموافقه على التصميم اللي موجود، طبعا التصميمات مختلفة من كل مكان لمكان ومن كل موقع لموقع، والنباتات اللي موجودة بتختلف من مكان لمكان على حسب رأي العميل أولا وفلوس العميل ثانيا، وبعد كده بنخش على التربة والمية والمناخ. إن قدرت تقنع العميل إن خلال المكان ده بسبب التربة والري والمناخ، الري هنا اللي هو المية والمناخ اللي موجودة فيه، إن أنا تحط خبراتك العلمية انك تطلع التصميم مناسب جدا، يبقى كويس جدا. ولكن طبعا العميل او الاستشاري المطالب ان هو يوافق على التصميم دوت، بيقول لك لا التصميم عندي كده تمام، نفذ التصميم ده، قلل منه اشجار، قلل منه نخيل، بيشتغل على الجزئيه دي جدا جدا جدا. بعد كده بعد ما يعتمد التصميم نباتات الزينه، بيتفضل يتاخد مهندس تصميم شبكة الري، بيتفضل يعمل شبكة الري بتاعتها، ويبدأ يوزع على حسب كل احتياجات النبات اللي موجود. طبعا مهم مهندس تصميم شبكة الري انه يبقى عارف كتالوجات الشركات المنتجة للرشاشات، للوحات، للكابلات، للمواسير، للسوادل والخامات اللي بيستخدمها في شبكة الري. لازم يكون عنده دراية بتصرفاتها باحتياجاتها المائية بالنسبة للنباتات، عشان هو بيصمم بيبقى عارف ان الماسوره دي او القطر ده من الماسوره هيطلع تصرف كذا لما ثبت عند الضغط اللي هيكون موجود عندي في الطرمبات، ووقت التشغيل اللي انا هشغل عليه بعد تنفيذ شبكه الري. بعد كده بيصمم شبكه الري ويحط المحابس اماكنها طبعا لازم يكون قريبه من المشايات. الرشاشات لازم يكون لو في مناطق ساحله في رشاشات من نوع معين، لو في مناطق مكفوله رشاشات من نوع معين، لو مساحات كبيره في رشاشات من نوع معين، لو مساحات صغيره رشاشات من نوع معين. بياخد باله في الحسبان في كل الحاجات دي. وبعد كده اماكن المحابس لازم تكون قريبه من المشايات. التنقيط استخدامه التنقيط في المستوى الطبيعي، ما فيش مشكله، او بيستخدم نوع خراطيم من النوع الفلاني. والتنقيط في الرمب او في ميول لازم بيستخدم بنوع معين عشان يبدا يعمل تصميم مناسب للمكان اللي انا بصممه حرفيا. بعد ما يعتمد التصميم ده بقى من الاستشاري، بيبدا يروح لمهندس تصميم شبكه الري ومهندس الانشاءات الزراعه. طبعا مهندس تصميم شبكه الري اول ما بياخد تصميم بيبدا يشتغل على الخطوط الرئيسيه، بعد كده على الفرعيات، وبعد كده يركب الرشاشات بطريقه. طبعا كل شيء لها طريقه معينه، ولكن مش هخش اكتر في تفاصيلها اكتر من ان انا اقول لك يعني في فيديوهات كتيره انا بشرح في ارض الموقع ازاي اركب الشبكه، ازاي احسب التصرف، ازاي اوزع الرشاشات، ازاي اشوف الخراطيم. الكلام ده كله موجود على قناه ظهور الارض لاندسكيب على اليوتيوب، فيها فيديوهات كتيره جدا جدا جدا، حتى برمجه اللوحه وازاي دي هنتكلم فيها في اخر الفيديو ان شاء الله. تاني حاجه ببدا اصمم شبكه الري. طبعا مهمه بقى مهندس انشاءات اللي هينزل او مهندس تنفيذ شبكه الري انه يكون زائد ان هو على درايه باقطار المواسير وانواع الفواني والشركات اللي شغاله في المواسير والفواني والخامات الري، لازم برضو يكون على درايه باحتياجات المياه النبات، ودرايه على جزء مهم جدا اداريا، ان يكون عارف العامل يقدر يحفر قد ايه مواسير، وعامل يقدر في ارض رمليه مثلا او ارض متوسطه، وقد ايه المشرف يقدر يشرف على كام عامل. كل ده بيعتمد على شطاره او اداره المهندس التنفيذي في ارض الموقع. بعد كده بخش على مهندس انشاءات الزراعه. ومهندس انشاءات الزراعه دي
بيعتمد هو بيزرع اولا، بيشوف هيحفر مثلا النخيل بكام عامل، وبعد كده الاشجار الشجيرات والنجيله والجراند جافر. بمعنى ان هو حتى لما بيجي يشتغل في الانشاء بيبدا يشوف الحاجات الثقيله الاول قبل حتى المشايات ما تتعمل، بيحدد اماكنها على حسب التصميم، ويبدا ينزل النخل. بعد كده الاشجار النخيل، النخل طبعا كبير جدا فبيخش ممكن يحتاج معد عشان يدخل النخل، وبعد كده الاشجار الكبيره، بعد كده الاشجار الصغيره، بعد كده يفنش بيه الجراند جفر او الشربصات الصغيره والنجيله، وبيفنش شغله على التسليم لمهندس مهندس الصيانه. مهندس الصيانه طبعا انا بحاول اتكلم على كل تخصص من التخصصات يعني بسرعه جدا جدا جدا، بحيث ان احنا يبقى عندنا وقت ان احنا نتناقش، وبحيث كمان ان احنا نتكلم على نلحق السيشن ما يروحش مننا في مكان بعيد ان شاء الله. بعد كده مهندس الصيانه. قبل ما اخش لمهندس الصيانه، في اثنين مهندسين مهمين جدا جدا جدا، او شغلانه مهندس لاندسكيب في مهمه جدا جدا. اولا مهندس اللاندسكيب يعني اللي خاص بتوريد خامات الري، الخاص بتوريد خامات الري، الخاص بتوريد خامات الري. تاني حاجه مهندس اللاندسكيب الخاص بتوريد نباتات الزينه اللي هتستخدم في زراعه المكان او زراعه النباتات اللاندسكيب. فبالتالي الاثنين مهندسين دول بيشتغلوا على التوريدات. اثنين مهندسين، مهندس بيكون عارف اسامي الشركات المنتجه واسامي الشركات اللي بتبيع واسامي المقاولين اللي عندهم خامات من الشركات المنتجه، ويبدا ان هو يورد على حسب المواصفه اللي تم اعتمادها من قبل الاستشاري، من حيث نوع الماسوره، نوع المحابس، نوع الرشاش، نوع الخرطوم، نوع اللوحه، نوع الكبت، نوع الغرفه، نوع السوادل المستخدمه، نوع كل الانواع المستخدمه اللي تم اعتمادها من قبل الاستشاري المالك يتم توريدها على حسب المواصفه بالظبط. فده بيهتم بيها مهندس يكون متخصص في ان هو عارف اسامي الشركات اللي بتورد الحاجات دي ويبدا يوردها، وهتستلمها طبعا منه مهندس التنفيذي شبكات الري. وكذلك الشاطر في مهندس توريد الزراعه، وده مهندس مهمته انه يلف على المشاتل عشان يختار المواصفه اللي حطها الاستشاري في مثلا في النخل عايز طول 3 متر، عايز قطر كذا، عايز يكون ملش او يكون في صندوق. وكذلك الاشجار، وكذلك الشربصات، الاشجار عايز قطرها ايه، عايز انتشارها ايه، عايز تكون مزرعه في صندوق ولا بستله ولا صفيحه. كل ده بيبدا ياخد المواصفات اللي تم الاتفاق عليها من قبل مهندس المالك ومهندس التصميم اللي موجوده عندك، او المهندس مكتب الفن اللي موجوده عندك، ويبدا ياخد مهندس التوريد ده بيروح يورد الاشجار على حسب المواصفه عشان يتم زراعتها بدون اي مشاكل بين الشركه وبين الاونر او المالك في ان هو يجيب مواصفات غير مناسبه للمكان. بعد كده بعد ما يتم الزراعه ويتم نجاح جميع الزراعات ويتم استلامها كتسليم ابتدائي للاستشاري، بيبدا يخش مهندسين، اثنين مهندسين تانيين بيخشوا معانا في المجال، وهو مهندس صيانه شبكات الري ومهندس صيانه الزراعات. مهندس صيانه شبكات الري اول ما بينزل يستلم الموقع بيبدا يعد، يشوف عدد المحابس اللي موجوده، عدد الغرف، عدد الرشات، استهلاك الميه، جدول الري، الخراطيم بجودتها، ويبدا يستلم كل بند على حسب عدده وعلى حسب جودته في الاستهلاك او الاستخدام. وفي الحاله دي بيبدا يطلع اسناجه او يطلع جدول فيه النواقص او فيه المشاكل اللي موجوده عنده وهو بيستلم المشروع. طبعا لو الكابلات يبقى الكابلات، الضبواي، محابس الكهرباء، الغرف نظيفه ولا مش نظيفه، الكنترول شغال ولا مش شغال، الديكودرات كلها شغاله ما فيهاش مشكله. كله بيعمل يعني بيجمع داتا كامله عن المشروع اللي تم تنفيذه، ويبدا ان هو يعمل عمليات الصيانه، يبدا ان هو يعمل عمليات جدول الري، يبدا يعمل عمليات الصيانه الدوريه الاسبوعيه لكل شيء، للغرف، للمحابس، للرشاشات، لشد خراطيم التنجيط والتاكيد انها شغاله 100%. تمام. بعد كده ويبدا وهكذا الجدول ده بيستمر معاه اسبوعيا، وفي جداول بتكون شهريا او حتى سنويا. بعد كده مهندس الصيانه وصيانه الزراعه ده بيعتمد على اكتر
بيبقى شغله اكتر بقى، لانه محتاج يوميا يجص نجيله، محتاج يجص الشرابصات، محتاج يجص الاشجار، محتاج يشيل اي سرطانات موجوده في ساق الاشجار او في الترنك، او محتاج ان هو يظبط الترنك بتاع الشجره على 2 متر 25 بحيث ما يعيقش المره اللي موجودين، محتاج ان هو يجلم النخيل لو في، يعمل تكريب للنخيل لو في مشكله، لو محتاج تكريب، محتاج ان هو لو في ثمار للنخيل ان هو يشيلها، او لو هو متفق مع الاونر ان تتساب يبقى تتساب، يبقى محتاج عمليات تلقيح. الحاجات دي بيتعمل لها بجدول سنوي، بعد كده يفصل لجدول شهري، بعد كده يفصل لجدول اسبوعي، بحيث ان يبقى في دوره متناسقه ما بينه وما بين المالك في عمليات الصيانه اللي موجوده، من حيث عمليات العزيق والشجرفه، ازاله الحشائش، قص النجيله، تحديد الاسوار، وازاله السرطانات، المكافحه، التسميد. كل ده بيخش داخل مهندس الصيانه، بيبقى على جدول معين وبخطه معينه تناسب المكان وتناسب الفلوس اللي هيدفعها الاونر اثناء التنفيذ. في بقى مهندس وهو يدور حوالين مهندس الصيانه ومهندس الانشاءات، وهو مهندس الصيانه ري وزراعه، وهو مهندس الدعم الفني او مهندس ادمن الصيانه. وده مهندس مهمته ان هو بيقوم بحلقه وصل ما بين الشركات يعني ما بين مهندس التوريد ومهندس الانشاءات، او ما بين مهندس الصيانه وبين الاونر او المالك، ان هو بيكون هو لسان الشركه في الخطابات، بحيث ان هو مهمته ان يوفر او يشيل عبء توفير الخامات او عبء الخطابات عن المهندس التنفيذي، وفي نفس الوقت يستقبل ملاحظات او اي دعم خارجي او اي كلام خارجي من ناحيه الاونر، بيتم توجيهه بشكل معين للشركه، بحيث يتم تنسيق او ترتيب المشكله وحلها في اسرع وقت. وكل دول مهندسين، او دي كل التخصصات موجوده في مجال اللاندسكيب، من شطارتك انك تكون موجود فيها. طبعا في شركات كبيره انترناشونال في مصر موجوده، بيكون في وظائف تاني، وظيفه مهندس دعم فني، وظيفه مهندس مبيعات اصلا للمنتج. كل دي وظائف موجوده في مجال اللاندسكيب، ولكن دي الوظائف في هيكله النظام نفسه او هيكله اللاندسكيب، باستثناء طبعا الوظائف اللي ممكن زي ما احنا قلنا دعم فني، مثلا لو انت تبع شركه كبيره، شركه خامات مثلا، او شركه رشاشات، او شركه محابس، او شركه كنترولات، دايما بيبقى فيها مهندس دعم فني، او مهندس مبيعات داخليه لهذه الشركات. وطبعا بالتوفيق للناس اللي موجوده في الشركات دي. ده كده باختصار، عشان انا حاولت ان انا اجمع الامور ببساطه، بحيث ما فيش حاجه تفلت مني ان شاء الله، وفي نفس الوقت اقدم لك يعتبر جزء بسيط عن او معلومات بسيطه عن مجال اللاندسكيب. قبل ما اخش في اداره الموارد البيئيه، هتكلم على جزء مهم جدا لازم تاخد بالك منه كمهندس لاندسكيب عايز تخش في المجال. ما فيش حاجه اسمها رينج مرتب، ما فيش حاجه اسمها مهندس حديث التخرج ما بيلاقيش شغل. ما بيلاقيش شغل، الامور صعبه على مستوى البلد سواء داخل او خارج البلد. ولكن انت حابب تشتغل في المجال، حب المجال واشتغل فيه باكثر من طريقه. حاول تشتغل، ابحث، دور بنفسك، مش تسال المهندس الفلاني اللي شغال او لان ما فيش مهندس شغال في شركه او عنده شغل ومحتاج مهندس ومش هينزل اعلان يعني، او قدامه وظيفه في شركه تانية وراح يخبيها مش هقول لحد. فلا، هو اي حد بيحتاج مهندس،